واتس اب. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لازم كده تكونوا كويسين ما دام شفتوا هذا الوجه. قبل ما نبدا اي حاجه، اتفضل دلوقتي دوس لايك. اتفضل دلوقتي دوس لايك، ولازم تسوي سبسكرايب الان عشان نوصل مليون. كل اي حد بيشوفني في الشارع يقول لي ايه ده انت لسه وصلتش مليون يا باشا. الناس كانوا وشي في الشارع، ما تدوسي على سبسكرايب وبس يا معلم. يلا بينا نشوف عدانا النهارده. ليتس جو. النهارده هكلمكم عن اولمب تريد يا برو. اولمب تريد يا معلم منصه موجوده من 2014 مهتمه بالاستثمار والتداول، ولو عايز تستثمر فلوسك بطريقه حلال 100% فانا ارشح لك اولمب تريد. ولكن عشان تكسب انت محتاج شويه اكسبيرينس. انت محتاج تفهم ازاي تشغل دماغك وازاي تحلل السوق يا معلم. عشان كده اولمب تريد بتقدم لك قاعده تعليميه ممتازه تقدر تفهم منها كل حاجه حتى لو انت لسه مبتدئ. تعالوا دلوقتي اوريكم الدنيا شغاله ازاي. هنخش دلوقتي على اولمب تريد، وبمجرد ما تخش على اولمب تريد الحساب التجريبي بتاعك بيبقى فيه فلوس اصلا عشان ما تضيعش فلوسك الحقيقيه وتبهدلها معاك يعني. وافتح صفقه دلوقتي يا معلم وقيمتها 4000 جنيه، واستنى بقى النتيجه بتاع التداول بتاعي خلال دقيقه. برو زي ما انت شايف الرصيد بتاعي زاد بقيمه 3600 جنيه، وممكن بقى عن طريق دوستين بس على الشاشه هسحب كل الفلوس دي دلوقتي. فبس يا شباب اللينك بتاعي على اولمب تريد هتلاقيه تحت في الديسكربشن. انت بمجرد ما تكتب الكود بتاعي هتاخد مكافاه 33% على الايداع بتاعك، وهيبقى معاك بدل من 10000 تجرب بيهم 100000 تجرب بيهم يا برو، وبالمره تجرب حاله الاكسبرت بكل مميزاتها يا برو. فيلا دلوقتي روح حملوا اولمب تريد. سلام. اوكي يا اصدقاء، قلت لكم على الانستجرام ان انا عندي بلوك افكار ودماغي قافله جدا جدا، فاقترحوا عليا افكار للفيديوهات عشان اعملها وكده. ففي ناس كتير قوي 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 فكروني بسلسله انا نسيتها. انا مش عارف انا نسيتها ازاي، مش عارف. وهي سلسله كفايه اكل يا برو. انا بقالي سنه كامله من اخر فيديو كفايه اكل. انا عايز اعدمني. فقلت لكم قشطه انا عايز اسامي قنوات لناس بتعمل فيديوهات اكل. الاسك كله عندي ام جنى ام جنى ام جنى ام جنى. خلاص عملت ايه ام جنى ده كل ده ام جنى ام جنى. ايه قلبي مش اسود، بس عمري ما انسى حد اذاني في يوم وانا كنت بتعامل معاه كويس. ايه علاقه ده بالطبخ؟ قالوا لي ارمي همومك في البحر، طلع السما يشتكي من الهموم. على فكرة هي مش كده، هي شكيت للبحر همي السمك طلع شخص. يا جماعة ثواني، هي في مطبخ ام جنى ويوميات ام جنى، وفي بقى يوميات عائلة ام جنى 2. ما شاء الله عليكم والله. بص فيديو من 7 اورز على قناة وفيديو من 4 اورز على قناة تاني. ما شاء الله تتحسدوا والله. ده انا عندي قناة جيمنج اخر فيديو فيها من 2 سنين. انا الموضوع ده مش مضحك تماما خالص. هو انتوا فاكريني باكل؟ ده انا طول النهار مش بشوف الاكل غير لما بصور. انا عارف انكم هتقولوا عليا كذابه. مش انا في 500 طريقه تداري بيها الحسد يا مجنى. غير الطريقه دي. فيديوهات اكل وبتنزلي فيديو كل يوم. مين اللي بياكل؟ مجنى في مليون طريقه تداري بيها الحسد اكتر من الطريقه دي. تمام. احمد ماشي خلاص. انا قلت يعني هتبقى بدايه مقلقه جدا لو كان اللي في دماغي. خدت حبات السكر. يا لهوي يا مستاهل. طب انت ما بتفكرنيش بقى ليه يا مان؟ فكرت بايه ولا ايه؟ جاي بتفكر في جبتك وراسيني حبايه السكر. يا ريتك ما فكرتها. اموت واعرف مين اللي شار عليا الشوره دي. هتقولوا لي فتح يا ابن الكاميرا. عايزه اقول لكم حد شار عليا شوره ان انا اعمل الفاصوليا في الحله الضغط، والاخر ايه الشيطان لعب في دماغي وعملت الكوبيبه. دلوقتي ايه علاقه الفاصوليا بالكوبيبه؟ الكوبيبه دي لحمه تمام، والفاصوليا دي فاصوليا. الله بس ما تحطش شويه في الازاز ده بعد. ما انا ما اعرفش، في حد في التعليقات قالوا لي يا ام جنى حطي الفاصوليا في الحله البريستو. المهم حطيتها وحصل المهم سلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ يا ام جنى انت لسه فاكره تسلمي علينا يا ام جنى؟ ده انا خلاص قلت عليك متكبره وكاريزما يا ام جنى ومش بتسلمي على الفانز بتوعي. بصوا بقى انا قلت النهارده اعمل للعيال ايه اكله خفيفه كده وهم على عظمهم بما ان كل يوم بسافر. خد يا ريان كل وانا مش عايز تاكل يا ريان. ايه؟ ريان بيقول شكرا. ريان بيقول شكرا. تقريبا ريان كان فقد النطق تقريبا. قال لك ده ريان بيقول شكرا. من امتى يا ريان؟ صلوا على النبي يا جماعه وحطوا اللايك للفيديو. مش العيال تعبانين.
بصوا لهم يا جنى، كلميهم كده يا جنى، قول لهم ازيك. طب كلميهم، قول لهم بصوا لوش جنى اصفر ازاي. لا بص لهم. موجوع جنى تعبانه، الف سلامة عليك يا جروب. طب ما انت بتقولي يا ام جنى ان هي تعبانه، مش بتصعب عليكي؟ مش بتصعب عليكي لما تطلعيها في الفيديو وتبص لنا البصات اللي كلها حزن دي تقطع القلب؟ موجوع نو بتاكل. يلا يا احمد صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. وفي ايه؟ حرق ميتين الانسان على خلي بالك الصبح يا شيخ. ايه رايك يا مان؟ يا جدعان احمد ماله يا احمد، مالك يا احمد؟ مخنوق وبموت ومحدش حاسس. كل ما اخرج من في جحجيره دول يا مثل الكوبايه يا مان. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجلاش بتاعي عامل ازاي؟ طريقه الجلاش ده هنزل لكم على القناه الثانيه. ايه جلاش؟ انا اسف، انا كنت فاكره مكرونه بشاميل بجد. شغال اسال الصبح فين المكرونه في جيب المكرونه. يا جماعه صح، في الفيديو ده هم ردوا عليا في الفيديو وقالوا ان هم حبوا الفيديو بتاعه كده. الا الواد تيفور العسل ده. الفراخ نايفه فعلا. موتني على نفسي من الضحك. اتفرجت على الواد ده؟ موتني من الضحك والله، ما شاء الله دمه خفيف قوي. فصلت من الضحك. اي لاف يو روحكم جميله، بحبكم. وانا على اساس ماما فيها ليا دون. جميلة. لا خالص. شكرا. انا شايف عينك يعني مركز معاها من اول الفيديو، عينك خرمت الطبق. فكل وسيبك من الشويتين دول. شكرا. طب ليه ما عجبكش من تاكلين؟ طب كل يا ريان. عشان انا مش جعان، عشان انا تعبان. انا كمان. عسل والله. هو هيقول العسل لازم يقول لي عسل. شكرا بالكلمة. سامعين يا جدعان صوت الصمت؟ شكرا بالكلمة. موجوع قول يا ريان. كل يا ريان. يلا يا ريان سمع عمو. كلم احمد بيفلي الاكل. احمد لما باجي اعمل سمك ورز واي حاجه احمد بيفلي الاكل، وجنى بتفلي الاكل، وريان بيفلي الاكل. انا فليت عشان لو في امله ولا حاجه معديه. لا يا ام جنى لا ما تتقالش على الاكل دي يا ام جنى. ما ينفعش تتقال على الاكل دي يا ام جنى. الله. نزل عشان لو في ليا معديه. كنا عاوز اقول لهم بينقل ليا. عايزه اقول لكم ان احمد، الناس اللي هتقول لي هو احمد ما بيتكلمش معانا وما بيضحكش ليه؟ ايوه صح والله العظيم. انا حاسس ان انا بعاني من الموضوع ده دلوقتي. يعني دلوقتي ازاي احمد ما بيتكلمش معاك ولا بيضحك؟ بجد انا الموضوع ده خانقني قوي. هو احمد ما بيتكلمش معانا وما بيضحكش ليه؟ احمد كان نايم. طب ليه صحيت احمد؟ بجد انا بكره اي حد يصحيني عشان الاكل. تمام، انام اكمل نومي اصحى اكل، انما تصحوني عشان اكل؟ ده انا بجيب النوم بالعافيه، انتوا تصحوني عشان تبن نايم. احنا مصحيين اول ما قلنا له يا احمد اصحى، عاملين قبابه قام يجري. بس كفايه كذب. اي باين يا ام جنى، ما تقولي باين. ده من اول القعده احمد حتى ما بصش على الكوبيبه. انا واثق ان احمد من جواه دلوقتي عايز يقلب الترابيزه باللي فيها، بس مش قادر يا عيني، مش قادر عشان عقوق الوالدين. بس والله يا احمد انت بصال محترم يا احمد، انت بصال محترم. هو اللبن ده جاب بينا، انا حاسه اللبن بتاع ده والله جاب. حلو. والله العظيم حاسه ان هو جاب. خد يا مازن اللبن ده، انا حاسه ان هو جاب. يا رب عفوك وارضاك. يا مجان، مره تقولي الاكل لو في امل واللبن حاسه جاب بناء. ما هم بياكلوا يا مجان، ما هم بياكلوا دلوقتي هم بياكلوا. بعد الاكل تقولي لهم الكلام ده كله عادي عشان يتفاجئوا بقى. فخلاص يا مجان، خلاص المفروض نتغاضى عن كل الاضرار اللي حصلت بسبب اللبن والامل وكل حاجه. خلاص بعد الاكل نقول الكلام ده كله عادي. انت مش تاكلي كده يا جنى والاكل سخن؟ طب كل حته صغيره عشان خاطر يا حبيبي. بس يا جماعه يعني ما شاء الله العيله استريحت قوي لليوتيوب واستريحوا لنا قوي. لدرجه ان ريان طلع لنا بالكلسون يا جماعه. لسه واخد بالي دلوقتي. طب بص لي كده يا عم. هي ايه العيله الكئيبه دي؟ والله العظيم يا ام جان بجد لازم تعزميني على اكله وبجد، وانا هاجي ابص
بص يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ طب زنا وتعبان. قالت لي حلو. طب قول لهم يا ران اي حاجه، احكي لهم يا ران الولد كان عمل فيك كان بيثبتك، احكي لهم. ايه ده؟ ايه هو ده؟ مين الواد اللي كان بيثبت ريان ده؟ مين؟ هاو عايزين خلطه وعلى اذنك ازاي؟ قول له انا قول لهم لا اسمه بس تا و سي ده احنا هننفخك، ده انا هطلعك. قول له سيب بقى الواد في حاله بقى. ها؟ سيب الواد في حاله. شوف احمد بيقول لي سيب الواد في حاله. لا انت يا احمد انت شكلك شريك معاه في الجريمه. سيب الواد في حاله بقى. ده شريك، انت شريك، استحاله يكون اخوك اللي بيتثبت ده، استحاله. لازم نصيطك عشان تلم نفسك على الريان وقدك. كل ما يشوفني بيوقف. يا جدعان ده استريحوا لنا زياده عن اللزوم. تخيل الواد يشوف الفيديو فيثبته تاني. يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ موجوع. ايه؟ هوا يا هوا. ام ام جان عملت الكنافه، نفسي اعمل لكم كنافه يا ولاد. جان عملت الكنافه. ام جان عملت الكنافه. بس بقى ده بجد والله العظيم هجيب لك عمر بسطويسي. هجيب لك بسطوسي دلوقتي. الله حلو قوي حلو قوي، ممتع. هتلاقي منديل عشان خاطرك يا مثلا اديك ايد بقك. لا عشان ايه اللي لا كده قدام الكاميرا كده، لا يا اخي طب كسرتني والله، كسرتني قلبي بيتقطع. هبكي. ايه؟ بكرة المناديل كانت في شنطتي. احمد بقى افرد وشك بقى، افرد وشك بقى يا عم بقى. انا حاسس ان انا بعمل حاجه غلط والله العظيم، وانا بتكلم كده وهو واحد عامل لي كده. طب اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اخش لك جوه البتاع واغزغزغك؟ ريان جيب لي يا ريان كوبايه ميه يا ريان اللي بكسب فيه. نعم. بص السندوتش ده هيعجبك قوي. لا ما عدتش. لا انا اكلت كتير والله. لا تاني لا يا عم تاكل يا عم، انت بترفض النعمه. انا جاي اهدي النفوس، بس يا ام جانا الكلام ده ما يصحش يا ام جانا، الكلام ده ما ينفعش يعني. ما هو ما يعملش كده لما يكون بقى كوبايه ميه بحالها حلوه. هاتش انا عطشان. حتى اخوات شفت الولد المعفن جايب لي كوبايه مش نظيفه. والله لازم اعرف. مش انا اللي لا مش عايز. انت مش عايز تشرب كمان من الكوبايه بتاعت ام جانا؟ لا الكلام ده هزعل لو الكوبايه دي مش نظيفه. والله العظيم نضيف. انا مصدقك يا ريان، لو غسل فيها ايدك حتى هشرب منها. هي بص يعني هي علاقة حب تقلب البطن، بس هي حب، بس يا ريت ما تعبرش عن ده قدام الكاميرا. ام جانا ارجوكي، في حاجات بعد التصوير بتتقال. لا مش في التصوير يا ام جانا. بناكل يا ام جانا. خمسة هدوء. وانت يا عم افرد وشك بقى، انت ما تفرد وشك يا عم بقى. كل ما ابص بتاع عليك بتكشر لي ده، كل ما ابص ليه يا عم ده انت يا عم لقيت حلة الكوبايه كده، هو ده اللي صوت من حل يعني معنى كده كلتوها ولا ما كلتوهاش؟ كلناها قبل الفيديو. انت ما اكلتش. ريان اللي كلها. قول كده عشان كده ريان مش عايز ياكل. كل ما اقول لك اكل يقول لك شكرا ونو ده. يا ريان طلعت واكل حله الكوبيبه يا ريان. اهو بصوا اكبر دليل ان الواد ده كل، وانا ملاحظها من الصبح بس مش عايز اتكلم. بصوا اثار الكوبيبه على الكلسون بتاعه. يا مين اللي كلها؟ احمد. سيبوني في حالي بقى، عايز اكل بقى، ولا عارف انام ولا عارف اكل، وكمان ملبسني في حله الكوبيبه. سيبوني في حالي بقى، اسيب البيت وامشي طيب ولا؟ ريحه الترابيزه دي مش عجباني. ايه؟ الترابيزه انت بتحطها على السلم ريحتها وحشه قوي يا مازن. مش قلت الواد ده يجيب لي طبليه من عند الدوليه؟ يا جماعه تقريبا اخر دقيقه دي بتبقى حاجات خصوصيه جدا، انا ما ينفعش اتدخل فيها ولا ينفع اسمعها اصلا، ولا ينفع اي حد يسمعها من كل المتابعين دول. صح ريحتها مش حلوه. شامم انا مش شام حاجه، انت شامه؟ شامم ريحه فيران. ريحه فيران برو. الفيران ليها ريحه بس ماشي بس
انا مش هينفع اكمل اكتر من كده بجد. اكتر من كده خصوصيه اوفر. فكده يا شباب نكون خلصنا الجزء الخامس من كفاية اكل، واشوفكم في الفيديو الجاي. لا استنى، انا لسه مش. انت دوس لايك اكيد دوس لايك. لو وصلت لحد هنا انزل تحت في الكومنتات قول لي انا عازمك على مكرونه بشاميل يا تيمور ومكرونه باللحم. بس ماي بويز تكير على يور سيلف يا برو. كيب ويل.